اشتغل كول سنتر انجليزي ولا لا؟ وهل في الشغلانه دي هقعد في تكييف واقبض بالدولار، ولا هيجي لي غضروف وظهري هيتكسر واخش الحمام اعيط من شتايم العملاء فيا؟ انت شاب بتفكر هتعمل ايه بعد الجامعه، عندك احلام، عايز يكون عندك شقه وعربيه وتتجوز وتتفسح، وخايف في المستقبل ما تلاقيش شغل او تشتغل شغلانه ما تحققلكش احلامك دي، والمهارات اللي بتكتسبها في الجامعه لوحدها ملهاش اي قيمه في سوق العمل. طب هتعمل ايه؟ ما هو كده يا اما هتقعد في البيت يا اما هتشتغل شغلانه يا دوبك بتقضي مصاريفك، لحد ما لقيت واحد صاحبك بيقول لك انا شغال شغلانه بقبض 40,000 جنيه في الشهر. ازاي يا عم جمال؟ شغال ايه؟ بتسرق؟ بتنهب؟ بتتاجر في قال لك لا، شغال كول سنتر انجليزي. فلعبت في دماغك، قلت طب ما انا بدل ما اشتغل في مجالي وابدا بمرتب قليل وافضل اشتغل واجتهد لحد ما اترقى ويبقى عندي خبره وفي الاخر هقبض مرتب زي ده، طب ما انا افوت كل ده واشتغل كول سنتر. كل اللي هحتاجه شويه انجليزي، وبالنسبه لمهارات التواصل والاقناع انا كده كده مفهمهم في القهوه اني كنت عايش في المانيا وانا صغير. فقلت بس انا اروح اتعلم انجليزي. فتحت اليوتيوب وخدت كام كورس كده، ولقيت نفسي بتطور بسرعه جدا وفاهم كل الدروس. فسخنت وقلت اعمل انترفيو. اتسالت اول سؤال اللي هو عرف نفسك، ما عرفتش ارد، اتلخفنت كده والكلام وقف واتوترت وكنت عايز اطلع اجري واسيب الاوضه واترفضت. طبعا كرهت الانجليزي وحسيت انه واقف ما بيني وما بين حلمي، اللي هو طب في ايه، انا فهمت كل الدروس اللي خدتها على اليوتيوب وبعرف اكتب حلو جدا وبعرف اتكلم في دماغي 10 على 10، لكن لما اتكلمت في الانترفيو بلح. فكلمت صاحبي وقلت له عملتها ازاي، اتعلمت انجليزي ازاي؟ فقال لي على خطه امشي عليها، وقال لي لو عملت اللي انا قلت لك عليه هتتعلم انجليزي في 4 شهور. ما صدقتوش طبعا، لان في ناس كانت قايله لي اقل حاجه سنه، بس قلت اسمع كلام وانا مش خسران حاجه، وبيني وبينك ما كانش قدامي حل تاني. لقيت نفسي واحده واحده بفهم انجليزي فعلا، رغم اني ما كنتش بفهم كل كلمه في الاول، لكن كنت بفهم المعنى من السياق. الكلام ده في اول شهرين. كملت الخطه واحده واحده، اللي هو ايه ده انا عارف اعبر عن نفسي، والمره دي مش بتكلم جوه دماغي او بكتب على ورق، لا ده انا بتكلم فعلا. ولقيت نفسي واحده واحده بعرف ادخل في محادثات، بفهم كل اللي بيتقال وبعرف ارد كويس. فقلت طب ما اجرب بقى المره دي اعمل انترفيو تاني. دخلت وفي دماغي اني هفشل تاني، بس المره دي الموضوع كان مختلف. لقيت نفسي برد عادي وبتكلم بطلاقه. هوب لقيت نفسي شغال بمرتب 20,000 جنيه، رغم ان كل اصحابي اللي متخرجين من نفس جامعتي شغالين بمرتب 7,000 جنيه. لما كنا نروح القهوه اطلب مانجا وسحلب وهم شاي، كنت كل يوم اكل بره وهم يتغدوا في البيت. كنت حرفيا بقبض بالدولار وبصرف بالمصري، فكنت شايف كل حاجه ببلاش. طبعا انت نفسك تعرف الخطه، ولكن انا ما اقدرش احطها في الفيديو ده، بس حطيتها لك في فيديو هتلاقيه في اللينك ده. بس فجاه ابتديت اكتب انا بعمل فلوس، ولكن يومي بقى بيتكرر هو بقيت كل يوم بروح اقعد على نفس المكتب، ارد على نفس الزباين يشتموني بسبب نفس المشاكل، وارجع بيتي انام واصحى اعيد نفس اليوم تاني. ومن كتر القعده على الكرسي ابتدى ظهري يوجعني، ودني ما بقتش اسمع بيها زي الاول من كتر ما انا لابس السماعه. ابتديت من كتر تهزيق الزباين ليا بسبب الشركه اخسر احترامي لنفسي. بقيت كل يوم رايح شغلي عارف اني هتشتم، بس فضلت مكمل لمده سنتين علشان الفلوس. اترقيت وبقيت بقبض 40,000 جنيه، لحد ما في يوم زبونه فضلت تشتم فيا وتقول انتوا شركه زباله وانت ما بتفهمش وبلا بلا بلا. وانا كنت قاعد بسمع ومتنح كده وما بردش. رحت قايم قالع السماعه ورميها في الارض وداخل للمدير قلت له ده اخر يوم ليا، وانتوا اوسخ مكان اشتغلت فيه، وانت اوسخ بني ادم انا عرفته في حياتي، وانا مش شغال الشغلانه دي تاني خالص. طبعا حسيت اني تايه. بعد ما مشيت خرجت مش بعرف اعمل حاجه غير اني ارد على الزباين، لكن انا كنت لسه صغير. حسيت اني هربت من الدوامه دي بدري، غير ناس كانوا قاعدين جنبي عندهم 30 و40 سنه ضيعوا عمرهم في المجال ده، ما كسبوش اي خبره حقيقيه وما تقدموش خطوه. بعدها انا قررت اني ادور على شغل في مجالي. خدت كذا كورس علشان اكتسب المهارات اللي السوق بيحتاجها، وعلى غير المتوقع الانجليزي نفعني. اشتغلت في مجالي بمرتب كويس لاني عندي مهارات تواصل كويسه وعندي لغه، وكمان عندي المهارات اللي بيحتاجها مجالي. لكن في الحقيقه دي ما كانتش اخر مره اشتغل كول سنتر، كنت برجع له كل فين وفين لما ما بلاقيش شغل. اشتغل سنه في مكان واسيبه وارجع للكول سنتر 3 شهور لحد ما الاقي مكان تاني. من الاخر كنت واخده ستيبن يعني. بس في ناس بالنسبه لها ده الاساس وبيقبضوا من 20 ل 40 الف جنيه اللي هو مرتب كويس. فانت ليك الاختيار، هل هتاخده ستيبن ولا هتاخده شغلانتك الاساسيه. لكن الحاجه الوحيده اللي استفدت بيها في الرحله هي الانجليزي، والخطه اللي اتعلمته بيها في 4 شهور. علشان كده هو ده اللي انا بعمله، بساعد الناس تطبق الخطه دي. تاني هقول لك هتلاقيها على الموقع ده انجليزي edu.com.